السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، وعيد اضحى سعيد عليكم وعلينا يا رب العالمين. النهارده بقى عاملين فيديو حلو قوي بسيط كده وسهل، هنقول فيه شويه معلومات حلوه جدا عشان نطلع الممبار الحلو ده من غير ما يبوظ مننا، من غير ما يبقى فيه اي مشكله خالص. ان شاء الله الفيديو يكون كده بسيط وسهل ويعجبكم. اول حاجه في الممبار بتاعنا، اهم حاجه التنظيف الكويس، لازم ننضفه كويس جدا. وبرضو واحنا بننضفه ما نشيلش كل الدهون اللي بتبقى جواه، يعني لما نيجي نقلبه نسيب كده نسبه من الدهون اللي جواه، بتدي ليه كده طراوه حلوه قوي، وطعم كمان بينزل كده في الشوربه بتاعته وهو بيستوي فيها، بتديله طعم حلو قوي. دي اول حاجه، النظافه بتاعته ننضفه حلو جدا. بعد ما ننضفه ونقلبه كده وبنغسله كويس، بنغسله بقى بكل الحاجات اللي احنا بنغسل بيها، دقيق وملح وليمون وخل وكل حاجه. بس اهم حاجه ان احنا ما بننقعش في الخل، احنا بنغسل بس بالخل، وبعدين النقع بتاعنا بيبقى في دقيق وليمون واي حاجه احنا نحبها نحطها، يعني ما فيش مشكله. ممكن نعمل له محلول نقع عادي خالص، نحط شويه سكر كده وشويه ملح وشويه ليمون وشويه ميه، ممكن نحط كده ورقتين لورا. برضو حاجة كويسة وهتشد الريحة خالص منه، مش هيبقى فيه اي ريحة زفرة خالص. نكرر العملية دي، نغسل مرة واتنين وتلاتة واربعة لحد ما يبقى معانا كده زي الفل وريحته حلوة ومفيهوش اي ريحة تضايقنا خالص. تاني حاجة بقى، لما بنيجي نحشيه هنعمل حشوة حلوة جدا وبسيطة، مش هنسبك الحشوة ولا اي حاجة. احنا هنعمل الحشوة بتاعتنا ني في ني كده، بتبقى طعمها حلو قوي، بتبقى الرزاية كده مستوية وطرية وحلوة قوي، وبيديله طعم جدا يعني حلو جدا. اول حاجه هنجيب بقى عندنا طبعا الرز بتاعنا، الخلطه بتاعتنا الطبيعيه جدا، رز ونبشر بصل ونفرم شويه طماطم كده بس من غير ميه خالص، وملح وفلفل بقى والتوابل اللي بتحبوها، وشويه كده من الزيت، معلقتين كده من السمنه نسيحهم برضو ونحطهم عليهم، هيبقى زي الفل. ونتبل بقى بالتوابل اللي احنا بنحبها. انا بستكفى في الممبار بالزيت بالملح والفلفل الاسود، بيديله طعم حلو جدا وبيبقى مميز، مبقاش فيه نكهات كتير، بيبقى طعم حلو جدا. بس التوابل دي براحتكم، اللي انتوا تحبوه يعني تحطوه. بس بجد الحشوه اللي هي بتبقى ني دي، ني في ني، بتبقى حلوه جدا. وبصوا بقى الجمال والحلاوه، بتبقى كده طريه ومستويه وحاجه كده مش قادره اقول لكم على الجمال والحلاوه. يعني بجد طعمها حلو قوي قوي عن اللي بنبقى مسبكين ليها الطماطم وكده والبصل. لا، بتبقى حلوه وخفيفه على المعده كمان، متبقاش تقيله. بعد كده بقى في التسويه، في الحشو اقصد، ما بنيجي نحشيه ما بنملاهوش قوي، يعني بنخلي كل صباع كده من الممبار الرز فيه قد عقلة صباع بس، ونبططه كده كويس ونديله الهواء بتاعه، عشان يعني لما بيتحط في المية بينفش كده فيملى الرز ما يفرقعش. يعني نعملها على قد ايدينا كده، على قد عقلة صباع او اقل سنة بسيطة، هيطلع معانا ممتاز جدا، وهيطلع معانا بالحجم المظبوط، وان شاء الله مفيش ولا واحدة هتبوظ فيه ولا واحدة هتفرقع. بعد كده بقى نيجي للتسوية بتاعتنا. بنحط مية طبعا تغلي، مية زي اي حاجة نسلوها، فيها البصل، فيها اي حاجة انتوا بتحبوها، لورا، حبهان، مستكة، ممكن نحط حابين تحطوا اي منكهات تانية حطوها، انا بستكفى بكده. وبعدين اول ما تغلي هننزل فيها كده على طول بالاصابع الممبار بتاعتنا. هي بتقفل على نفسها بسرعة، يعني الممبار بيقفل على نفسه بسرعة وبينفش بسرعة، يعني مش بيدخله المية، يعني مش بتبوظه او كده. لا، هو اول ما بتحط في المية المغلية، اهم حاجة تكون المية مغلية عشان يعني ينفش على طول كده ويتماسك ويستوي بقى براحته. وبصوا كمان هو يعني، بصوا هو اول ما بيتحط في المية بيمسك على نفسه خالص، يعني بيقفل كده وبيتماسك وبيستوي بقى براحته. اول ما بيبدأ يغلي بنهدي عليه النار ونسيبه بقى براحته. ما بياخدش وقت يعني على حسب نوع الممبار كمان، لو كبير او صغير على حسب برضو الحجم بتاعه. احنا كده بعد مثلا ساعة بنختبره كده، لو اتقطع معانا بسهولة الصباع، يعني اتقطع معانا بسهولة، بيبقى كده خلاص هو استوى. من الحاجات الجميلة جدا والاكلات الحلوة. انا محبتش اطول عليكم في الفيديو واحط لكم الحشو، طبعا كلنا شاطرين وكلنا بنعمل في بيوتنا، كلنا ستات بيوت شاطرين وزي الفل. حبيت بس اقول شوية معلومات كده بسيطة، لان في ناس قالت كتير سألتني ان في حاجات كتير بتقع منهم في الممبار، بيفرقع منهم، ما بيستويش كويس، بتبقى الريحة مش تمام قوي. فحبيت نقولها، ندردش مع بعض كده ونقولها مع بعض ونفيد بعض ونستفيد، وان شاء الله يا رب كده يحسن ما بين ايديكم، وكل حاجة تطلع من ايديكم زي الفل. والف هنا وشفا على قلبكم، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد اضحى كده سعيد عليكم. ويا رب السنة الجاية كده كلنا على عرفات ان شاء الله.
ويا رب الفيديو يكون بسيط كده وسهل ويكون خفيف عليكم. اتمنى يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. وان شاء الله الفيديو الجاي هنعمل كده حاجات بسيطة وهنفكر نفسنا بحاجات حلوة ان شاء الله.